يا صباح السعادة والرضا على متابعيني الحلوين. صباح الورد والياسمين عليكم. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نيرة في يوميات أم سيلا وسيليا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كلنا بنحبها، كفتة الجمبري البورسعيدية معانا. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه ونشوف معانا ايه. اول حاجة معانا كيلو من الجمبري لحم صافي، معانا الحباش بتاعها كزبرة وحباش وبقدونس، معانا كوبايتين من الرز مغسولين ومتصفيين كويس جدا وطحناهم، معانا معلقة من الدقيق عشان لو احتاجناها، معانا معلقتين كبار من الثوم، بصلتين، البهارات بتاعتنا ملح، فلفل، معلقة صغيرة من الكاري، كزبرة، كمون. تعالوا نشوف اول حاجة هنعمل ايه مع بعض ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نعملها مع بعض هننزل بالجمبري وهنبدأ ان احنا نطحنه كويس جدا بالشكل ده كده. ده مقادير كيلو جمبري لحم صافي. هنبدأ نفرمه بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهوت. هنبدأ نحطه في الطبق لحد ما نعمل كمية الجمبري كلها اللي معانا، وهرجع لكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. زي ما احنا شايفين طحنت كمية الجمبري اللي معايا بالشكل الجميل دوت، وعايزه اقول لكم ان انا شلت شويه على جنب وهقول لكم هنعمل بيهم ايه. بعد كده هنطحن البصل مع شويه من الخضره. حطيت البصل من تحت اهو زي ما احنا شايفين وفي شويه من الخضره وهنضربهم زي ما احنا شايفين كده. لازم نطحنهم ناعمين خالص. هنطحن باقي الخضره اللي عندنا اهيت والبصل، بصلتين، وارجع لكم. طبعا اللي احنا طحناه دوت هنضيفه فوق الجمبري اللي احنا طحناه بالشكل ده كده. عشان كده بقول لكم لازم نفرمه فرم ناعم. تمام. بصوا هنا انا حطيت معلقتين من الجمبري، هنزل عليهم بشويه من البصل على شويه من الخضره، وهبدا ان انا اطحنهم فرم ناعم بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين هنا اهو، شايفين الطحن بالشكل دوت. طبعا عشان انا كنت اسهل الطحن الفرم عليا كنت بضيف معلقه من الجمبري المطحون بالشكل ده كده. هنبدا نشيل السلاح وهنضيف البصل بالحباش، ونحاول على قد ما نقدر ما نكترش من الخضار بتاعنا، البقدونس والشبت والكزبره، علشان الكفته ما تطلعش غامقه معايا بالشكل ده كده. بصوا انا عايزه اقول لكم اصلا من قبل اي حاجه الريحه تحفه بالشكل كده. ضفنا الجمبري طحناه وفرمنا مع البصل والخضار بتاعنا. هنبدا نضيف الثوم، هنضيف طبعا الرز ومش هنضيف كله، هنضيف الاول نص الكميه، ولو حسينا ان هي محتاجه لسه هنضيف الباقي. طبعا بهاراتنا ملح، فلفل اسود، معلقه صغيره من الكاري، كزبره، كمون. طبعا لو حابه تحطي شطه تمام اللي انت حباه بالشكل ده كده. هنبدا نقلب كل المكونات دي مع بعض. طبعا انت لو عندك كبه كبيره هتكون اسهل لك كتير بالشكل ده كده. بسم الله. طبعا نجيب الجمبري لان هو الجمبري اللي تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي لسه ناعمه خالص طبعا، فهي محتاجه رز لان الجمبري تحت ما شاء الله اهو. شايفين الجمبري ما شاء الله، فهي اكيد محتاجه رز. هنضيف الرز بتاعنا
هو انا قايله لكم يعني المقدار مظبوط على الكيلو جمبري لحم صافي بالشكل ده كده. هنقلبها كويس جدا بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ان معلقه الدقيق دي بتفرق جدا، ان هي تخليها برده متماسكه معانا قوي. طبعا هنقلبها مع بعض بالشكل ده كده، هتظبط لك الدنيا خالص. لو حسيتي ان هي لسه بتلزق في ايدك، فمعلقه الدقيق دي هتظبطها جدا. زي ما احنا شايفين اهي. طبعا الجمبري اللي انا كنت شايلاه على جنب هضيفه كده وهقلبه مع العجينه بتاعتي، عجينه الكفته، عشان وانتي بتاكلي كده تحسي ان في جمبري، بتاكلي يعني حاجه بيتي 100% بالشكل ده كده. طبعا هنسيبها ترتاح في التلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل، وبعد كده هنبدأ نصبعها. بس هنقلب كل الجمبري مع بعض كده بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هنسيبها ترتاح. زي ما احنا شايفين شكل الكفتة معايا اهي بعد ما ارتاحت. جبنا طبق فيه شوية من الزيت. طبعا قبل ما نصبع الكفتة هناخد كده في الزيت وهندهن ايدينا، ونبدأ ناخد حتة من العجينة وهنصبعها على حسب بقى الصباع انت بتحبيه عامل ازاي. شايفين الجمال اهي، ما بتلزقش خالص ولا اي حاجة اهي. ندهن ايدينا برضو بالشكل ده كده لحد ما نعمل الكمية كلها اللي معانا وهرجع لكم. شايفين الجمال بجد حلوة قوي. استنى اما اوريكم. شايفين بجد ما شاء الله اللهم بارك. شايفين زي ما احنا شايفين انا صبعت اول طبق. شايفين الجمال، شايفين ما شاء الله. والجمبري اللي احنا حطيناه على جنب علشان نحطه بعد ما الكفتة تخلص. شايفين الجمال. قبل ما ابدا احمر الكفتة تعالوا مع بعض نعمل الصلصة ونصبع باقي الكفتة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين جبنا حلة على النار، حطينا فيها معلقتين من الزيت، هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم علشان نعمل صلصة الكفتة بالشكل ده كده لحد ما تاخد اللون الذهبي. طبعا هكون محضرة عصير الطماطم او الطماطم اللي احنا مسبكينها. انا مستعملة طماطم متسبكة بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كده طبعا التومة اهي اخدت اللون الذهبي الجميل. الطماطم المتسبكة او عصير الطماطم المتاح عندك بالشكل ده كده، وهنسيبها وهنغطي عليها لحد ما تتسبك اكتر. زي ما احنا شايفين الصلصة اهي ما شاء الله جهزت معايا. وانا برضو حطيت كيس كمان لان حسيتها قليلة فقمت حاطه كيس كمان. تعالوا نضيف البهارات بتاعتنا. هو عبارة عن ملح، فلفل، كزبرة ناشفة، كمون بالشكل ده كده، وهننقلها على العين التانية علشان نبدأ نحمر الكفتة. وطبعا عايزة اوريكم هنا انا عملت الرز بالشعرية. الطاسة وفيها زيت وهسيبه يسخن كويس جدا. الصلصة خلاص جهزت معايا وقفلت عليها. الزيت طبعا اهي هبدأ انزل بالكفتة. شايفين ما شاء الله طبعا ارتاحت اكتر. بسم الله. هنحط على قد الطاسة مش اكتر علشان نعرف نتحكم فيها. ما شاء الله اللهم بارك، ريحتها تحفة. عايزه اوريكم الشكل عامل ازاي. شايفين الجمال ما شاء الله. بس مش هحط اكتر من كده.
اول ما تاخد اللون الذهبي الحلو هنقلبها عن الوش التاني. عايزه اقول لكم ان الريحه تحفه. شايفين الجمال ما شاء الله؟ شايفين ما شاء الله؟ شايفين؟ بصوا الريحه رهيبه. انا عايزه اوريكم الجمال. شايفين ما شاء الله جمال الكفته وجمال الصباع عامل ازاي؟ مالي مركزه. شايفين الجمال؟ حاجه كده عظمه 100 شايفين الجمال؟ طبعا يتحمر شويه اكتر وهنطلعه في المصفى. وبكده اخدت اللون الذهبي الجميل اللي انا عايزاه. شايفين الجمال؟ بجد ما شاء الله اللهم بارك. هنبدأ نطلعها في المصفى. بسم الله. شايفين جمال الصباع عامل ازاي؟ يتاكل كده حاف. هنبدأ ننزل بباقي الكفتة اللي معانا. حطيت على قد الطاسة اهو، ومش هقلب ولا اي حاجة غير لما ياخد اللون الذهبي من تحت. انا عايزة اوريكم اللي انا طلعته. شايفين الجمال ما شاء الله اللهم بارك. زي ما احنا شايفين اهي الطاسة اهي. شايفين جمال الكفتة بجد ما شاء الله اللهم بارك. انا بقى هخلص الكمية اللي معايا وارجع لكم علشان وقت الفيديو. وزي ما احنا شايفين الصلصة اهي بتاعتي، وخلاص حمرت كل الكفتة اللي معايا بالشكل الجميل دوت. طبعا الصلصة سخنة جدا اهي زي ما احنا شايفين، وحطينا بهاراتنا وكل حاجة تمام. هنبدأ ننزل بالكفتة اللي احنا حمرناها. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل الجميل ده كده. بصوا مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي. وهنغطيها يا دوبك بالظبط 3 دقايق وهنطفي على النار على طول. وزي ما احنا شايفين كده خلاص جهزت معايا اهي. شايفين ما شاء الله الجمال قد ايه حلوة. هنقدمها وهنشوفها بالشكل التحفة بتاعها زي ما احنا شايفين كده مع رز بالشعرية. وزي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا الرز بالشعرية تحفة، والكفتة بتاعتنا شايفين الجمال بجد خطيرة. شايفين قد ايه حلوة بجد ما شاء الله. الطريقة سهلة بسيطة هتعجبكم. اتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.